الاهلي كسب الحرس بس المكسب مش حلو ومش مطمئن، مش كويس، مش اللي مستنيه جمهور الاهلي من الاهلي انه ينزل النهارده قصاد الحرس يعوره ويديله، واحنا لسه جايين ماتش الزمالك الجاي والحق وقت. يعني انا كزملكاوي مش خايف منك بصراحه، انا مش خايف منك خالص في ماتش الاهلي والزمالك الجاي. انا بالنسبه لي لحد دلوقتي الاهلي النهارده كان ممكن يخسر، وكان الاقرب ان هو كان ممكن يتعادل، مش ان هو حتى يطلع كسبان قصاد الحرس. فين يعني فين الاهلي، فين الهجوم، فين الضغط، فين ان انت مثلا انت بتحول الضغط بتاعك لان انت تجيب اجوان او تخلق فرص خطيره؟ انت ما خلقتش فرص خطيره، انت ضيعت كور ملهاش لازمه، وفضلت وقت كتير من الماتش انت ماسك الكوره في نص الملعب بس انت ما بتطلعش على الجون تجيب حاجه. وفي نفس الوقت كمان كان حارس الحدود ممكن هو اللي يخبطك وممكن يجيب فيك التلاتة اتنين في الكورتين اللي ضاعوا من حارس الحدود، الانفرادات اللي كانت ممكن تيجي جوان، والمرتدات بتاعك بالذات الجهه بتاعت هاني. هاني كان ملط، هاني كان ظهر، هاني كان شوارع، ده ظهر هاني كل كوره كانت بتيجي لحرس الحدود كانت هي اللي كانت ممكن تخش جون، وهي كانت ممكن تقرفك وكانت ممكن تجيب فيك اجوان. وبعدين انت بتجيب واحد ما بتكملش على 10 دقايق بالظبط وحارس الحدود يرجع عليك بالتعادل، تجيب التاني وما تكملش برضه حاجه وحارس الحدود يرجع عليك بالتعادل. ما يعني هو نزل انت نزلت الشوط التاني لقيت حارس حدود هوب طخ جاب فيك جون وفضلت قاعد لايز بعد كده. فانا كزملكاوي مش خايف بصراحه من ماتش الاهلي قصاد الزمالك، انا لسه شايفك تعبان، وما اظنش ان انت هتكمل مع مع عماد النحاس وقت طويل. يعني الموضوع بالنسبه لعماد النحاس انتهى يعني.